وبتنتهي مباراة نادي الزمالك والمقاولين العرب بالتعادل 1-1، ويستمر نادي الزمالك في حرق دم جماهيره. لاعيبة نادي الزمالك قمة المبالاة، قمة الاستهتار، لعيبة اصلا ما تعرفش هي بتلعب وعايزه ايه. يعني هي بتعرف تلعب ولا ما بيعرفوش يلعبوا، ولا اللعيبه دماغها مش موجوده في الملعب، دماغها موجوده بره بتدور على الفلوس، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اول الموسم ما يبدا، قبل ما يبدا قلت ان الزمالك لو طلع سابع ثامن تاسع يحمد ربنا، لكن بالمنظر ده نادي الزمالك في الحضيض نازل نازل نازل، وده ما يصحش وما ينفعش. طبعا في اخوه زملاء كتير هيطلعوا يقول لك بقى الزمالك بينهار، اتفرج على فضيحه الزمالك، شفت الزمالك ها ها. احنا يا جماعه ضد كده، احنا زمهلاويه. لما الاهلي طلع امبارح كسب، طلعنا هنينا ومبروك، والاهلي لعب ماتش عالمي وعمل 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 قصاد المصري وقصاد سان جورج. لكن اللي بيعمله نادي الزمالك النهارده يا جماعه قمه الاستهتار واللامبالاه، لعيبه ما عندهاش دم. يعني لعيبه نادي الزمالك اقسم بالله ما عندها دم. يعني انا كذا مهلاوي اتمنى ان نادي الزمالك، قلت 100 مره وارجع لفيديوهاتي، انه ينهض ويقف ضد قصد الاهلي مع بعضهم كده زي بعض، عشان منتخب مصر وعشان نتفرج على منافسه نظيفه ومنافسه قويه جدا مع نادي بيراميدز. يعني النهارده حق نادي بيراميدز يتنيه يخبط في دماغه ويخبط في الحيطه للصبح. ازاي نادي بيراميدز يتعادل مع الزمالك؟ يعني الزمالك فريق ضعيف جدا، ماسك الكوره عمال ينقلها وهو مش عارف يوصل. نادي المقاولين العرب عامل ستاره قدام المرمى تمام التمام. اوباما خطف جون، وكان في جون طبعا اتلغى لمصطفى شلبي، لكن اوباما جاب جون جميل. لكن في الدقيقه 98 بعد ما الحكم حسب 8 دقايق وقت ضايع، بينجح احمد علاء انه يضيف هدف التعادل للمقاولين العرب في الدقيقه 98. يا جماعه اوزوريو ده ما ينفعش مدرب، بيعك عك. يعني اوزوريو ده عكاك عك السنين. ايه يا عم العك ده؟ ما انتش عارف مين اقسم بالله ما عارفين نتكلم على الماتش، مين بيلعب مكان مين، ومين هنا ومين هناك، وزيزو في مكان غير مكانه، ونزل شيكابالا حط انا مش فاهم حاجه من اوزوريو. يعني اوزوريو ده مدرب بطاطا، يعني المفروض يروح يعني يدرب نادي مركز شباب مش عارف مين. يا جماعه ما ينفعش اقسم بالله كده. الدوري المصري مش هيبقى له طعم ولا قيمه فنيه ولا تسويقيه. نادي الزمالك نازل ضارب بالانس غطس 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 غطس، نازل تحت. اطلع يا زمالك اطلع. ايه يا جماعه ده؟ ايه التهريج ده؟ يعني النهارده بيراميدز فاز على البنك الاهلي 1-0 بهدف ابراهيم عادل، هدف دبل كيك جميل جدا. فبيراميدز دايق شويه ومكمل شويه بعد ما الزمالك بغته وخطف منه نقطه. لكن اللي حصل النهارده نادي الزمالك عمال ماسك كوره وبينقل وي، لكن ده الواد احمد علاء جاب كوره في العارضه. صبحي ما يروحش منتخب مصر. ازاي محمد صبحي يروح منتخب مصر؟ مش عارف. هل الفريق متاثر من استقرار الاداره؟ هل الفريق متاثر من ان مفيش لعيبه جديده جت؟ يا جماعه ده يا جماعه ايه الزمالك ده؟ وايه المستوى؟ مستوى تعبان، مستوى ضعيف جدا جدا. بنقول يا جماعه نتمنى ان نادي الزمالك ينهض ويقوم علشان يبقى مع النادي الاهلي والكره المصريه يبقى لها تقل، لكن مش هيحصل. نادي الزمالك واقع خالص، مستوى تعبان جدا، ومدرب ما بيفكرش. ما تمشوا، بس مشوا ايه يا جدعان؟ يمشوا مين يا جدعان؟ هم معاهم فلوس عشان يمشوا ده ويدفعوا له شرط جزائي ويجيبوا حد تاني؟ بصراحه كان الله في عون جماهير نادي الزمالك. ماتش ما ينفعش تتكلم في فنياته اصلا، لان اصلا يعني ما احناش فاهمين حاجه، مش فاهمين مين اللي بيلعب مكان مين ومين اللي داخل. اوباما يعني كان سنه شويه، لكن بصراحه كان الله في عون جماهير نادي الزمالك. فيديو قصير حبينا نتكلم عن ماتش الزمالك والمقاولين العرب. ومعلش يا جماعه ما تزعلوش ان انا منفعل، لكن بجد حاجه صعبه جدا، ونادي الزمالك في موقف لا يحسد عليه، وربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك.